السلام عليكم، بخير، كيف الحال؟ اليوم سنتحدث عن مباراة المنتخب المغربي ومنتخب ليسوتو، وهي المباراة التي لعبت في تصفية كأس إفريقيا، وفاز فيها المنتخب الوطني ب1-0. في اللقاء الذي جمع بين المنتخب المغربي وليسوتو انتهى الشوط الأول ب0 لمثله، إذ أن لاعبين ليسوتو اكتفوا بالواجبات الدفاعية للخروج بأضرار أقل في المباراة، واستمرت النتيجة على هذه الحال طيلة الشوط الثاني إلى غاية الدقيقة 90، لينجح إبراهيم دياز في تسجيل هدف الفوز للمنتخب المغربي بعد أسيست من النصيري. أتممها دياز بمجهود فردي ليعلن عن فارق خبرة اللاعب المحترف عن باقي اللاعبين، ويمنح الفوز للمنتخب المغربي للتشبث بصدارة المجموعة. مبروك للجماهير المغربية هذا الفوز.